الباتر كوكيز او بسكوت الزبدة بيتباع في السوبر ماركت، غالي جدا. النهاردة هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. تابعوا معايا الفيديو للآخر وشوفوا هنعمله ازاي بكل سهولة. داخل علينا موسم المدارس، نحط الولاد في اللانش بوكس او الصبح في الفطار، هيبقى خطير ولذيذ، وكمان حاجة احنا عاملينها في البيت بكل حب. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اتمنى تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. المكونات عندي 85 جرام سكر بودرة، 150 جرام زبدة طرية في حرارة الغرفة، عندي ربع كيلو دقيق عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبيضة، وكيس فانيليا، وبنحط على الدقيق رشة ملح. يلا نبدأ. هنحط الزبدة مع بعض كده وعليها السكر، وهضربهم بالمضرب الكهرباء لحد ما يعملوا فوم. تقدروا تعملوه طبعا بالمضرب الكهرباء او في العجان المتاح عندكم. بالمضرب اليدوي هياخد معاكم وقت. هنخفق الزبدة مع السكر لحد ما تبقى فوم وتبقى شبه الكريمة كده. هنلمها بالسباتيولا ونخفقها تاني عشان نتأكد ان السكر داب كويس. هو سكر بودرة بس برضو محتاجين ندوبه كويس جدا. بعد ما الزبدة هتوصل معايا للقوام اللي انا عاوزاه زي ما انتم شايفين، هحط بقى البيضة وعليها كيس الفانيليا. البيضة لازم تبقى بدرجة حرارة الغرفة. هخفق تاني لحد ما البيضة تختفي معايا في العجين خالص. هنزل بقى مع بعد ما خلصت هنزل بقى بالدقيق بتاعي واحدة واحدة، واقلب بالسباتيولا علشان ده بسكوت، احنا مش بنعجن البسكوت، احنا هنقلبه بس لحد ما الدقيق يختلط خالص في خليط الزبدة بتاعي، وبعدين هبدأ اعجنه بايدي حاجة بسيطة بس لحد ما العجينة تلم. زي ما انتم شايفين انا نزلت بالدقيق واحدة واحدة علشان برضو اشوف العجينة لمت معايا هتاخد الدقيق كله ولا لا. العجينة بتاعتي خدت ربع كيلو دقيق ومعلقة كبيرة. هزود اهو دلوقتي معلقة كبيرة عشان حسيت ان العجينة سايلة خالص وما بتلمش معايا. العجينة عندي بتبقى طرية بس لازم تبقى متماسكة شوية. مش هياخد في ايديكوا 10 دقايق. وصفة سهلة وبكوبايتين دقيق بس عملت كمية حلوة قوي. اهو العجينة لمت معايا، هحطها بقى في التلاجة لمدة نص ساعة عشان تستريح، عشان تبقى متماسكة معايا وانا بقطعها. طبعا لو عندكم مفرش عجين تقدروا تفردوا عليه. انا هنا فردت على الرخامة عادي، حطيت بس رشة دقيق بسيطة، مش عايزين نكتر جامد في الدقيق اللي بنفرشه على الرخامة اهو. والقطعة بتاعتي طبعا تقدروا تعملوها اي اشكال متاحة. انا عملت الشكل الاولاني والشكل ده زودت له معلقة كبيرة جوز هند، وهعمله بجوز الهند، يعني عملت جزء سادة وجزء الهند برضو تحفة. اللي بجوز الهند هشكله دوائر كده زي ما انتم شايفين بأي قطاع، يعني شكل بسيط جدا. ممكن تعملوهم كلهم دوائر او اي قطاع متاح عندكم. قطعات الستانلس دي موجودة في كل حتة. انا بشتغل في جزء من العجينة والباقي سايباه في التلاجة زي ما هو، علشان اللي في ايدي ده لو حسيته ساح برجعه التلاجة واخد جزء غيره. هرصه في صاج عادي بقى مش مدهون اي حاجة طبعا. احط البسكوت في الفرن، طبعا الفرن سخن على درجة حرارة 200، وهتابعه على طول لان هو بيستوي بسرعة. انا هنا حطيت سكر على وش البسكوت العادي وجوز هند على وش البسكوت التاني. انا كده وصفتي خلصت. اتمنى ان هي تعجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا لايك وشير وتحفظوا الوصفة عندكم وتشيروها مع كل حبايبكم. بالهنا والشفا.